زكريا ابو خلال يقدر غتنتهي المسيره ديالو بسبب انه عبر على القرار ديالو وعلاش جا هجومات من عند الصحافه الفرنسيه، وكاع هادشي غير حيت عبر على الراي ديالو. تبع معايا الفيديو باش تعرف اشنو وقع. زكريا ابو خلال رفض يلعب في اخر جوله في الدوري الفرنسي حيت الرابطه الفرنسيه بزاد على اللاعبين يحملوا شعار الالوان، وحيت كتخص جوج ديال الجولات في الدوري في كل سنه باش تدعم هاد الفئه. وزكريا كيف ما تنعرفوا لاعب متدين، فما لعبش في هذه الجوله، وهذا القرار ما كانش صادم حيت عارفين بالله غيرفض لان اللاعب متدين. وخرج ولاح واحد تدوينه واللي قال فيها اتخذت قرار عدم المشاركه في المباراه، وقال اريد ان احمل احترام لكل شخص بغض النظر عن جنسيته او خلفيته او ثقافته. وزاد قال بالله هو ماشي الشخص المناسب باش يشارك في هذه الحمله، وانه كيتمنى الجميع يحترم القرار ديالو. وعلى هذا الفعل اللي دار غيكبر في اعين الناس، ولكن ماشي كل شيء، لان كاين شي ناس كيبغيو هذه الفئه، داكشي علاش ما غيحملوش. بسبب انه عبر على القرار ديالو. والنادي اللي كيلعب فيه واللي هو تولوز، الصراحه هذا النادي ما خسرش ليه، حيت قال كنحترموا قرارات ديال اللاعبين، والفريق اللي كان ضد تولوز هو نانت، وكيف ما كتعرفوا كيلعب فيه المصري محمد. وهذا اللاعب عاقبته الفرقه ديالو بغرامات ماليه، حتى هو غير حيت رفض يلعب في هذه الجوله. اما بالنسبه لزكريا ابو خلال فيقدر تنتهي المسيره ديالو كيف ما وقع مع مسعود اوزيل. وما نمشيوش حنا بعيد، نشوفوا غير ادريس اغاناغاي واللي شفتو شحال ديال الهجومات اللي تعرض ليها العام اللي فات. علاش؟ حيت رفض المثليه. وشوف هذا العالم اللي ولينا عايشين فيه، غير حيت عبرتي على القرار ديالك غادي يخرجوا لك على المسيره ديالك كلها.